سؤال كل يوم أتسأله لحد آخر فيديو برضو بتسأل فيه. أنا مصرية وكتير عايزين يعرفوا رغم إني جاوبت قبل كده. هنضف معاكم حمام السباحة وكمان هنزرع. السلام عليكم، معاكم أم علي. وحشني يا جماعة، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هشتغل معاكم شوية واحنا بندردش مع بعض في حاجات خاصة بيا سألتوني عليها كتير جدا جدا. هنضف معاكم حمام السباحة زي ما قلت في البداية، وكمان هزرع معاكم. ولو اني اتأخرت الشهر ده، كان المفروض ازرع قبل كده بس الجو برد، حقيقي جو برد جدا جدا جدا. هندخل مع بعض دلوقتي، احاول استفيد من الجزء اللي هو الصغير اللي قدامي الباب وازرع فيه بعض حاجات. مش هقول لكم هزرع ايه، هسيبها لحد ما تطلع عشان تبقى مفاجأة. وهتكلم معاكم واقول لكم في اسئلة دايما بتجيني يوميا كل يوم، اسئلة كتير. واكتر الاسئلة اللي بتجيني يعني اللي اخر حاجة جاتني لحد امبارح، انا جنسيتي ايه؟ اولا انا عايزة اقول في البداية، أنا أم علي. سميت اسم قناتي باسم أم علي عشان ابني الكبير اسمه علي، ربنا يحفظه ويحفظ ولادنا جميعا. فأنا سميت القناة دي باسمه لأن هو اللي عمل لي الأكاونت. وكان من أجمل الحاجات اللي حصلت في حياتي إن أنا عملت قناة رغم المشقة اللي أنا بشوفها فيها. بس حقيقي أنا بتبسط قوي بالناس اللي موجودة معايا، بتدخل على قلبي السرور وبتفرحني على طول، ودايما بتديني طاقة. مش أنا اللي بديكوا الطاقة، أنا بحس أنتوا اللي بتدوني الطاقة. أم أنا حبيبة كل حد موجود معايا في القناة. تبارك الله، كل اللي موجود معايا في القناة بيحبني ويقول إن أنا حد من قرايبه، إن أنا أخته، إن أنا قربته كده. يعني عايزة أقول إني أنا بحس إن أنا واحدة من العيلة. كل حد بيسمعني بيحس إن أنا حد قريب منه جدا جدا، وده حاجة يعني من الأشياء اللي بتبسطني قوي قوي. السؤال بقى المتكرر عندي يوميا يوميا، لازم أتسأل السؤال ده: هل أنا مصرية ولا لا؟ أنا مصرية، والله العظيم مصرية. وكمان كاتبة كده عندي في القناة إن أنا مصرية. أنا مصرية أمريكية، هاجرت أمريكا من فترة طويلة جدا جدا جدا. وأصلي مصري، مولودة في القاهرة وعشت في القاهرة وكبرت في القاهرة، وبعد كده اتجوزت وهاجرت. طبعا عايزين تعرفوا التفاصيل ده يعني موضوع التفاصيل دي عايزة حلقة تانية. النهاردة الحلقة متخصصة في إذا كنت أنا مصرية ولا لا. أنا مصرية وأحمل الجنسية الأمريكية. أخدت الجنسية الأمريكية بعد ما هاجرت وعشت في أمريكا، بقالي سنين طويلة مقيمة في أمريكا، وتحديدا في نيويورك. وخلفت وربنا رزقني بالصبيان والبنات، وكان يعني من كرم ربنا عليا، الحمد لله رب العالمين. اما بقى كوني ان انا في ناس بتطلع تقولي انا ليه انا هنا، كنت عماله اقول لكم انا بموت من البرد. الجو كان برد حقيقي جدا، برد جدا جدا، كان فيه حتى رياحه كمان. وما كنتش حابه البس جاكيت، هلبس الجاكيت ولا جاكيت وبعدين هاجي سكي يعني. كنت عايزة أقول في ناس بترجع بتطلع تقولي أنا ليه بتكلم كده. والله يا جماعة أنا مش فاهمة أنتوا قصدكوا إيه من ليه بتكلم كده. إحنا كلنا مختلفين، مفيش حد زي بعض. والدليل على كده صوابع إيديكي يعني. لما تبصي الإيد واحنا مش هتلاقي كل الصوابع سيم، كل في مختلفين. الحاجة التانية، يعني لو تلاحظوا ان في القاهرة الناس ليها لغة او ليها اكسنت غير اللي هي مثلا في الريف، غير اللي هم في اسكندرية، غير اللي هم في بورسعيد، غير اللي هم في مكان تاني. يعني عايزة اوصل لكم ان كل واحد ليه لهجته وليه طريقته، فبلاش موضوع ليه. انا بنزل وصفات وبحب وبعمل معاكم شوبينج وبخرج معاكم وبخليكم تعيشوا معايا اجواء جميلة على قد ما بقدر. بحاول اوفر لكم شيء بسيط، والحقيقة ده يعني للناس اللي هي يعني عزيزة قوي على قلبي، ودايما تخش تدعي لي وتساعدني وتحط لي كومنتات حلوة. عايزة اقول وارحب بالناس الجديدة اللي دخلت معايا في القناة، واقول لهم انا حبيبة ومرحب بيكم، وانا مبسوطة بيكم، وانتم زهور جديدة في حديقة الزهور بتاعتنا. قناتي كلها زهور راقية، كل الموجودين فيها من متابعين زهور راقية ومثقفة وعاقلة جدا جدا جدا، وحقيقة ناس متميزة، وده من فضل ربنا. عايزة اقول لكم حاجة بقى،
رغم كل الظروف اللي أنا موجودة فيها. وطبعا من فترة أو الأسبوع اللي فات نزلت فيديو بنقد فيه أو بقول رأيي في اليوتيوبرز المصريين. أنا ما غيرتش رأيي على فكرة، أنا لسه رأيي زي ما هو لحد ما يثبت العكس ليا. لكن أنا مصرية وبحب مصر وبحب أهلي الطيبين اللي يعني كنا نفتح البيبان بتاعتنا قصاد بعض ونسأل على بعض ونفطر مع بعض وحاجات جميلة ونودي بعض، وفي الأفراح وفي الأحزان. كل ده أنا افتقدته يعني، وبدور عليه جوه القناة عندي. انتوا مش متصورين موضوع القناة ده فارق معايا قد ايه، متمسكة بيه جدا قد ايه. عايزة اقول لكم بقى حاجة مهمة جدا في الحاجات اللي يعني برضو بتريح قلبي، ان انا من الناس اللي هي مواظبة جدا جدا على قراءة سورة ياسين يوميا وسورة الواقعة. عايزة اقول لكم ان ليها سحر رهيب وعجيب حقيقي، بتريح القلب جدا جدا، وبتخليني احس ان انا يعني عارفين الطفل الصغير اللي يبقى ماشي لوحده كده خايف وبيعيط، لو ما قرأتش أنا السورتين دول يعني يوميا مرة، أحس إن أنا عاملة زي الطفل ده. لكن عارفين بقى الطفل اللي يمشي مع مامته وماسك في ايديه بيبقى مطمن كده وحاسس بالأمان، ولله المثل الأعلى. لذلك لما أقرأ سورة ياسين وسورة الواقعة فبحس حقيقي براحة رهيبة، غير إن هي كمان ليها عندي يعني رصيد كبير جدا. وأنا قرأتها في وقت يعني وواظبت عليها، كنت بقرأها في اليوم 4 مرات، وحقيقة غيرت حياتي تغيير جذري. كان عندي يعني ضغوط الفترة اللي فاتت اللي هي السنة اللي فاتت آه وعملت، وكان لازم أغير السكن اللي أنا كنت عايشة فيه ونقلت في بيت تاني. وفي الفترة دي كانت صعبة جدا لأني كنت عمالة أدور على مكان، وكانت الدنيا مقفلة خالص بسبب كورونا، ومفيش حد يقدر يروح ينزل يدور على بيوت أو يشوف بيوت بسبب موضوع كورونا. كل الناس خايفة وكل الناس قلقانة، وطبعا المستشفيات مليانة كورونا والشوبينج كمان. يعني احنا كنا في أزمة، كانت أزمة عالمية. وأصحاب كتير من عندنا أخدوا كورونا، برضو لينا أصحابنا خدوا كورونا، في اللي توفاهم الله ربنا يرحمهم، في اللي ربنا الحمد لله نجاهم. واحنا كنا معرضين لكورونا، وانا اكتر واحدة في البيت عندي معرضة للكورونا لاني عندي مشكلة في جهاز المناعة. ومشكلتي في جهاز المناعة عشان برضو ما حدش يسألني عشان ابقى جاوبت، مع اني جاوبت قبل كده، ان جهاز المناعة المفروض بدل ما يدافع عني فهو بيقف ضدي لمشكلة حصلت لي، فهو ممكن يعمل فيروس يدخله جوه جسمي، يعني ما يساعدنيش، العكس يعني عايزة اقول. بس انا متابعة مع الدكتور بتاعي والحمد لله عامل كنترول عليه، ربنا يستر يعني لحد دلوقتي. مستنية اعرف بتابع مع دكتور ومستنية اعرف التفاصيل والحاجات اللي يعني الجديد في حالتي، ربنا يستر. فعايزة أقول إن بقراءتي لسورة ياسين وسورة الواقعة والله العظيم إن ربنا كرمني من غير ما أحس، بدون تعب، بعد المجهود الرهيب اللي أنا عملته. كل يوم أروح أدور على بيوت وأبص على البيت ده وأدخل على الإنترنت. مرة واحدة لقيت اللي بيتصل عليا بيقولوا لي البيت ده حلو قوي لازم تشوفيه. رحت شفته، كان هو تبارك الله البيت اللي انا خدته وعايشة فيه، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ما شاء الله عليه تبارك الله، اجمل مما كنت اتصور. ادعوا لي ربنا يبارك لي فيه ويعمر البيت ده ليا. وابني كمان كان عنده مشكلة في الدراسة، فربنا كرمه والحمد لله اتحسن جدا. ابني ده صغير في الفيرست جريد عشان اقول لكم، بس كان حقيقي يعني كان عنده مشكلة كده، بس الحمد لله حليناها. عايزة اقول لكم إن واقرأوا سورة الواقعة مش هتخسروا حاجة. 10 دقايق من المتعة، من السكينة، من السعادة، من الخير، هي وسورة الواقعة اقرأيها بعد صلاة الفجر، هتحس براحة رهيبة، هتحسي كأنك ماشية تحت شمسية كبيرة.
مضللة عليكي من أي شيء ممكن يأذيكي. الحقيقة أنا دايما أقول لولادي كده وأوصيكم بيها وما تنسونيش في دعائكم. هنا أنا دخلت على حمام السباحة لازم أنظف اللي هو ورق الشجر من هناك، عشان زي ما انتم شايفين حواليا ورق شجر كتير. فالاشجار اللي هم بتاعه الجيران اللفز بتاعها الدنيا كانت برد. عايزه اقول لكم برضو كل حاجه عندي فكت مناخيري وانا ابتديت بقى هعطس والحاجات دي كلها. فانا ما حذفتش حاجه من الفيديو، انا سبت نفسي على الطبيعه عشان انا بحب ابقى على الطبيعه. تبقوا عارفين عني كل حاجه، ماليش في موضوع ان انا يعني اعمل ده واعمل ده واكسر والحاجات دي. الطبيعه ما فيش افضل منها. فهنا بحاول الم اللي هو اللفت اوفر من اللي هو الورق الشجر جوه الميه، عشان بعد كده اغير. جبت فاكيوم جديد عشان اعمل فاكيوم على الميه واشيل برضو اي حاجه من جوه، وفي نفس الوقت اشغل الفلتر ينظف الميه. وجايبه حاجات اللي هو المساحيق ان هي تغسل تاني وتنظف والحاجات دي كلها، واشغل الموتور بتاعها. بس في البدايه لازم اشيل اللي هو الورق الشجر اللي كان مالي الحمام كله، كان مليان 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 حقيقي. ده احنا نظفنا فيه حاجات كتير جدا. والارض برضو مليانة تراب لازم تتغسل. هنا دي الفاكيوم الجديدة اللي جبتها، ودي القديمة بتاعت الير اللي فات. عايزة اقول لو اول مرة بتزوروا القناة اعملوا لايك وحطوا واعملوا اشتراك لو عجبكم الفيديو، وياريت تعملوا شير ما بين الفيديو، تعملوا شير للفيديو ما بين الاهل والاصحاب. ادعوا لي يا جماعة. بوصيكم بقراءة سورة الواقعة حلوة قوي. هنزل معاكم بحلقة تاني جميلة، أتمنى أكون ضيفة خفيفة عليكم. تابعوني على صفحتي على الفيس، وقناتي التانية قناة حبيبة بنزل عليها فيديوهات. بحبكم، كل سنة وانتم طيبين.